بين أقطاي وما بين المعز لدين الله عز الدين أيبك. اسمه كده عز الدين أيبك التركماني. كان راجل عنده 60 سنة، والأخ سيف الدين أقطاي في الثلاثينات، ما كانش كبير وما كانش لابس زعبوط زي ما عملوه مع محمود بن ريجي وكان داخل لا، كان راجل شاب وكان قوي، بس كان فيه مستفز يعني. ما كانش ينفع حد من المماليك البحرية انه يتجوز شجر الدر نهائيا. ليه؟ لانها تقع بمنزلة الام. بالتالي لا يخطر ببالك ان الاخ أقطاي تقدم لخطبتها، لا يجوز وما ينفعش ومش من اخلاقهم. كانوا بصوا لها ان هي ام، بالدليل القاطع والبرهان الساطع انهم تقبلوا ان تكون سلطانتهم. طيب ليه هي اتجوزت المعز لدين الله عز الدين ايبك؟ علشان الخليفه العباسي قال للمصريين لو ما عندكمش رجاله نبعت لكم. فكان في قاضي اسمه ابن بنت الاعز، الراجل الطيب دوت ترشح الاخ المعز لدين الله عز الدين ايبك ان يتجوز شجر الدر. بالمناسبه